فعلا هم عايزين يسوقوا شويه عبيد، بدليل القنوات دلوقتي ما فيش اي معارضه. السي بي سي اول ما باسم يوسف خبط في السيسي قفلوا القناه، عشان تعرفوا ان مرسي ما قفلش قناه، ما حبسش حد. انما دلوقتي تعمل بس كده الباشا يتضايق ويشد. هتقول لي ربنا ايه؟ انت مش عبد المأمور، انت عبد الامر، والامر هو الله. ربنا اللي بيؤمر، الا له الحكم. بس احنا للاسف قلوبنا خلاص ما بلاش نصلي وسيبنا القران وبقينا همنا على الدنيا وسجادة العاشر والعربيه والمزه، فربنا عمى قلوبنا عن الحق، فبقينا نقعد مع الباطل ومستكبر ان انا اقول والله انا مش عايزك تتمرد على حد، بس بقلبك تعرف ان الكلام اللي انا بقوله ده حق وطالع من قلبي. طالع راجل بقاله 30 سنه بيفسد هيطلع براءه، وراجل بقاله سنه الفيديو المسرب ليه بيهاجم اسرائيل بعد 3/7 شغاله تسلم الايادي. الا تعقلون؟ مفيش عقل. ايه ده؟ لما حرر القدس، لما تسلم الايادي قلبك بس يتغير، قول له يا رب انا بريء من اللي بيحصل ده. ربنا اخر كلمه، ربنا في القران الملك اللي بيقول، القران اللي احنا نسيناه مش الظابط. ربنا بيقول ان فرعون ده كان اكبر ظالم في التاريخ، وهامان ده الوزير بتاعه، وجنودهما، لان لولا الجنود ما كانش هيظلم. ما هو الباشا بيؤمر، امسك ده الجندي. حاضر يا باشا، حاضر يا باشا، انت مغفل مش تعرف انت رايح تقتل مين؟ طبعا. ايه ده؟ كلب ماسك كلب سلطوا على ده ليه؟ ده في يوم قيامه. حاضر يا فندم. ان لم تتحقق العداله من قاضي الارض فويل لقاضي الارض من قاضي السماء. فويل لقاضي الارض من قاضي السماء. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. الظلم ظلمات يوم القيامه، والله ظلمات يوم القيامه. فستذكرون ما اقول لكم وافوض امري الى الله، ان الله بصير بالعباد.